بقولك ايه يا حمو؟ قولي. بقولك البت هند صاحبتي جايه تزورني وتقعد معايا شويه. مين يا اختي؟ مش قبل ما نتجوز وانا منعك تكلمي البت دي؟ ليه بقى يا حمو؟ دي بقت طيبه وغلبانه وكيوت. مين؟ كيوت؟ كيوت ايه يا حبيبتي؟ البت دي انا بصي انا بكرهها، ما بحبهاش. يا حمو دي اتصلت بيا وقالت لي انها جايه، ما تكسفنيش. والله ما اعرفش انت ما بتحبهاش ليه. اقول لك ليه يا حبيبتي؟ انت نسيتي لما كانت بتقومك عليا؟ وما بترتاحش وما بتنبطش غير لما بندب خناقه. يا حمو ده كان زمان، دي اتغيرت خالص. ماشي يا ستي، لما نشوف ربنا يعديها على خير. بالله عليك يا حمو تقابلها كويس. خلاص ماشي يا ستي، ربنا يعدي اليوم ده على خير، ربنا يسترها. خليك متفائل كده، ايه اللي هيحصل يعني؟ دي كلها ساعه وهتمشي. ماشي يا ستي، هستحمل الساعة دي عشان خاطرك انت بس. اهي جاتها، افتح لها بقى وخليك لطيف معاها. السلام عليكم، ازيك يا حمو؟ الله يسلمك يا هند، اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. خلي بالك يا شيمو، جوزك وشه منور وعينيه بتلمع. وده معناه ايه؟ خوفتيني. معناه ان في واحدة تانية خايبة في حياته. يا نهارك مش معدي يا حمو. هو انتوا حاطين راسكوا في راس بعض كده ليه؟ بتتودودوا في ايه؟ شفتي؟ صدقتي كلامي؟ اللي على راسه بطحة حاسس بنفسه. منورة يا هند. ايه يا حمو مالك مش واقف على بعضك كده ليه؟ ربنا يستر، شكلها شخت لها في ودانها. اول مرة اجيلك شقتك يا شيمو. منورة يا حبيبتي. ويا ترى بقى العفش بتاعك ده عمولة ولا جاهز؟ لا ده عمولة واحسن خشب كمان. ويا ترى بقى كتبلك قايمة حلوة ولا ضحك عليكي؟ ايوه يا هند، ريحي نفسك، كتبت قايمة ونايمة كمان. انا عارف انت جاية وناوية على ايه يا ابو مال كلب انت النهاردة. ثانية واحدة بس يا جماعة، هرد على التليفون. الو. ايوه يا صاحبي. لا 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 لا، مش ناسي. لا انا ميعادنا النهارده ان شاء الله. ماشي يا حبيبي. اتفضل اتفضل اتفضل، مع السلامة مع السلامة مع السلامة. اتفضل. شوفي جوزك كان بيتكلم مع مين؟ ده مش واحد صاحبه، انا حاسه ان واحده صاحبته. انت كنت بتكلم مين يا حمو؟ يا بنتي ده جامايكا صاحبي، ما انت عارفاه، انا بكلمه كل يوم. ايه اللي جد عليك النهارده يعني؟ ايه هو السؤال حرام؟ وبعدين ايه يعرفها ان انت بتكلم واحد صاحبك؟ انا ناس انت هنا منورة يا هند. وبعدين معلش لا مؤاخذة يا هند، انت مالك؟ انت ايه اللي حشرك؟ ايه اللي اغشاشك بينا؟ انا عن نفسي انا عمر ما جوزي عمل معايا كده. انا مالي ومالك ومال جوزك؟ يكش تولعي انت وجوزك في ساعة واحدة. بعدين بقولك ايه يا هند، انا حاسس ان الوقت اتأخر، انا ممكن اتصلك بعربية تيجي تاخدك دلوقتي تروحك، ايه رأيك؟ لا ما تتعبش نفسك، جوزي هيعدي ياخدني بالعربيه الجديده بتاعتنا. بقولك ايه يا شيمو، هو جوزك ما جابلكيش عربيه جديده؟ لا والله يا حبيبتي، لا جديده ولا قديمه. لا ما تسكتيش على كده، شوفي بيودي فلوسه فين. هو انت ليه ما بتجيبليش عربيه يا حمو؟ عربية ايه يا شيمو؟ انا مرتبي كام يا ماما عشان العربية دي؟ الله يخرب بيتك يا شيخ، انا عارف المدية الخرا دي مش هتعدي على خير. وبعدين انا صاحبتي تتعب وتتمرمط في المواصلات ليه؟ ما تجيب لها عربيه. هو انت مالك؟ انت هي اشتكت لك؟ اما انت لو اتخرستي محدش هيزعل عشانك. هو انت لو سكتي وحطيتي لسانك في بقك هناخدك غياب؟ يلا يا هند، انا فتحت لك الباب، يلا يا ماما مع السلامة. اوعى تكون زعلت مني، انا بوعي صاحبتي بس. ربنا ياخدك يا شيخ، غوري في داهية بقى. تعالى يا حمو، رايح على فين؟ ايه تاني؟ انت كتبت لي قايمه يا حمو؟ اه يا بنتي كاتب لك قايمة، امال متجوزك تخليص حق. كاتبها بكام يا حمو؟ قايمة ايه يا شيمو اللي بتتكلمي فيها بعد 15 سنة جواز؟ انت هبلة يا ماما. انا داخل انام يا ماما، عايزة حاجة؟ انت داخل تنام وسايبني اهرف نفسي؟ يا دي النيلة، انت ايه اللي مضايقك وايه اللي يخليكي تهرف نفسك انت بس؟
هو انا مش قلتلك البومة دي ما تجيش هنا تاني وما تعرفيهاش تاني يا ستي؟ اديكي شفت اللي حصل. هي جت نكدت علينا والسلام. قوليلي بقى استفدنا ايه احنا دلوقتي؟ طب انا اعمل ايه بس يا حمو وانت سامع كلامها؟ بصي يا حبيبتي، اللي زي دي تبقى حية، المفروض ما تعرفيهاش تاني وتسمعي كلام جوزك، انا اللي بقيلك. دي كل لما تجيلك هتقعد تبخ سم في ودانك، فمن باب وتلت كده ما تعرفيهاش تاني. عندك حق والله يا حمو، حقك عليا. هدية النهاردة بقى ان شاء الله لأي حد عنده ضيق، او حد عنده كرب، او حد عنده هم، او اي حد عنده طلب من ربنا سبحانه وتعالى، او اي حد نفسه في امنية ان ربنا يحققها له. دي هتبقى كل يوم جمعة ان شاء الله، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان كل يوم جمعة بيبقى فيه ساعة اجابة. تعالوا بقى نعرف مع بعض الساعة دي هتبقى امتى بالظبط، واقول لكم نعمل فيها ايه. قبل المغرب بساعة بالظبط هتقعد في مكانك اللي انت بتصلي فيه، وردد الآية اللي هقولها لك دي من سورة الكهف لحد أذان المغرب. الآية هي: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. إن شاء الله قبل المغرب بساعة يوم الجمعة تقعد تردد الآية دي. ليه؟ لأن قبل المغرب بساعة دي ساعة استجابة إن شاء الله بتبقى يوم الجمعة. وبعد كده واحنا بنصلي المغرب إن شاء الله بندعي في السجود باللي نتمناه كله، ويا رب إن شاء الله تبقى ساعة استجابة وربنا يحققها لنا بإذن الله. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.